ازيكم؟ يلا نعمل مع بعض كفتة الحاتي المشوية بطعم وريحة الفحم. هنعملها في الفرن بطريقة حلوة جدا. الطريقة دي انا ما بغيرهاش لانها بتطلع معاكي الكفتة زي بتاعت بره بالظبط، نفس القوام ونفس اللون ونفس اللمعة اللي بتبقى في الكفتة اللي موجودة بره، وكمان طرية جدا. هقولك انا ازاي بعملها بتطلع بالطريقة دي، وكمان سهلة جدا. بس لو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني، وهدخل معاكم بقى في الطريقة على طول. اول حاجة عندي نص كيلو كده من اللحمة المفرومة. بقول للجزار بتاعي عايزة 50 جرام من اللي الضاني تفرمها لي مع اللحمة. لو الجزار ما كانش عنده ليا ضاني، يبقى حضرتك بتقولي له عايزة نص كيلو من اللحمة المفرومة يكون فيها 20 ل25% دسم، عشان ده اللي بيخلي الكفتة معاكي طرية قوي وجوسي كده. بس اللي هي الضاني بتودي الطعم بتاعها في حتة تانية. المهم عندي هنا بصلاية كبيرة انا فرموها في الكبة ناعم جدا على قد ما تقدري، وخدت جزء بس بسيط انا حطيتها في مصفى كده، وحطيتها تحتها طبق وسبتها تنزل جزء بس من ميتها. بس مش عايزة البصل بتاعي يكون ناشف او تفل البصل عندي يكون ناشف قوي، وهقولك ليه دلوقتي. المهم جبت البصل بتاعي، الكمية اللي كانت عندي دي حوالي بصلتين، فانا عايزة بصلاية كبيرة بس مفرومة. وباقي البصل التاني ده انا كنت محتاجاه لحاجة تانية ففرمته بالمرة يعني. المهم بعد ما حطيت البصل بتاعي هبتدي انزل بنص كوباية من البقسماط الناعم. عايزه اقول لكم ان ده بيطلع الكفته حلوه جدا. اولا بيخلي الكفته كده مسمغه كلها وماسكه في بعضها، ومش بتحتاجي بقى تحطي حاجات غريبه، دقيق او دقيق رز او نشا او الكلام ده كله عشان يمسك معاكي الكفته. البقسماط الناعم احلى حاجه ممكن تجربيها في الكفته، حلو جدا. جربوا الطريقه دي، انا واثقه ان هي باذن الله هتعجبكم جدا. المهم بعد ما حطيت نص كوبايه من البقسماط المطحون، نزلت عندي بمعلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر. والبيكنج باودر الميزة بتاعته ان هو بيطلع معايا الكفتة هشة جدا ونفشة كده ومش مكتومة، فبصراحة ما بستغناش عنه. المهم حطيت معلقة صغيرة من البابريكا، والبابريكا الفايدة بتاعتها هنا انها بتخلي المكونات عندي كلها لون اللحمة، وكلها في الاخر بعد العجن كده والتشكيل بيبقوا كلهم نفس اللون. المهم حطيت معلقة صغيرة مش مليانة قوي من الملح زي ما انت شايفة كده، ما بحتاجش اكتر من كده على النص كيلو لحمة. حطيت نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وهحط كمان نص معلقة صغيرة من السبع بهارات، وهحط كمان ربع معلقة صغيرة من ورق اللورة على الحبهان. انا بضرب الاتنين ميكس عندي في الكبة او المطحنة بتاعتي. وممكن لو ما عندكيش ما تحطيش، ممكن تحطي فلفل اسود وملح وسبع بهارات بس، بتبقى النتيجة برضو حلوة جدا. المهم بفضل اعجن في المكونات اللي عندي كويس جدا، يعني لمدة دقيقتين 3 كده لحد ما يطلع معايا الشكل النهائي. زي ما انت شايفة كده المكونات كلها مش باين فيها ولا بصل ولا بقسماط ولا اي حاجة من المكونات اللي انا حطيتها، كلها كده بقت لون اللحمة. دلوقتي بقى هقولك على ملحوظة مهمة جدا. دلوقتي البيكنج باودر اللي احنا حطيناه في قلب الخلطة بتاعة الكفتة، لو دخلنا الكفتة التلاجة وجينا نخرجها بعد ساعة مثلا ولا ساعة ونص، هنلاقي ان البيكنج باودر مش شغال زي مثلا لو احنا استخدمنا الكفتة على طول. فانا ما بدخلش الكفتة عندي التلاجة، انا بسيبها بره حوالي نص ساعة، ساعة الا ربع بالكتير قوي. طبعا لو عايزاها بريحة الفحم زي ما انا عملت كده، بتولعي فحم على البوتاجاز في طبق عندك صغير، بحط شوية صغيرين كده من الزيت، وببتدي اكمر الكفتة بتاعتي او اغطي الكفتة بتاعتي عشان تاخد ريحة الشوي بتاعي او ريحة الفحم. ممكن تستغني عن الخطوة دي لو انتي مش عايزاها. وزي ما قلتلك انا ما بدخلهاش التلاجة، انا بسيبها بره حوالي نص ساعة، وبعدين ببتدي تكون يعني الكفتة عندي اتشمعت واتسمغت كده، وبعدين ببتدي اشتغل فيها على طول. عقبال بقى ما الكفتة تقعد معايا نص ساعة كده ولا حاجة، حطيت في طبق عندي شوية مية البصل اللي انا قلتلك خدناهم في الاول، عليهم شوية كده من مية الطماطم، وحوالي معلقتين كبار من الزيت، ربع معلقة صغيرة من الملح، وزيها من الفلفل الاسود. وابتدي اقلب كويس جدا. الخليط اللي انا بعمله ده عشان بس وانا بصبع الكفتة، ببتدي اشكل الكفتة او بدوس على الكفتة كده بمية البصل والطماطم، بتدي لها طعم حلو جدا، وكمان بتدي لها اللمعة اللي انا وريتها لك في اول الفيديو في الكفتة. المهم جبت كمان معايا الصينية اللي انا هستخدمها، كانت صينية متوسطة، حطيت فيها حوالي معلقة من الزيت ودهنتها كويس جدا. خلصت
ركنتها على جنب. كانت الكفتة خدت وقتها كده حوالي نص ساعة او اقل حاجة بسيطة. شلت بقى الفحم، وفي الوقت ده كانت ريحتها قلبة الدنيا حرفيا مع انها لسه ما استوتش. المهم زي ما انت شايفة كده الكفتة اتسمغت، ما بقتش تلزق في ايدي زي قبل ما اغطيها واسيبها يعني ترتاح. في الوقت ده هبتدي اجيب سيخ عندي، او لو ما عندكيش سيخ زي اللي عندي ده هتجيبي مثلا عصاية الشيش تاووك او بظهر معلقة او ظهر سباتيولا. المهم يعني ان انا عايزة حاجة كده تعمل لي فراغ في نص الكفتة، عشان برضو ده بيطلعها معايا هشة جدا. هنيجي بقى للتشكيل. في الوقت ده انا مشغلة الفرن عندي على اعلى درجة حرارة، الفرن يسخن براحته. ابتديت اجيب الكفتة بتاعتي وباخد منها جزء على حسب ما انتي عايزة. الكفتة طويلة شوية صغيرة، لو عندك اطفال وعايزة تعملي الاحجام بتاعتها صغيرة. بس خدي بالك ان هي بسبب البيكنج باودر بتلم على بعضها حاجة بسيطة وبتنفش. فانت حاولي تخليها طويلة كده زي ما انت شايفة، ورفيعة على قد ما تقدري لانها بتنفش شوية من البيكنج باودر. وببتدي اصبع كل الكمية اللي عندي زي ما انت شايفة كده بجزء كده من مية البصل ومية الطماطم، بس مش كتير. وكمان ببتدي اخد شوية كده من عجينة الكفتة وبشكل زي ما انا عايزة. موضوع التشكيل ده انا هسيبهولك انتي. انا عامه بحب اخليها رفيعه شويه كده زي ما انت شايفه، خصوصا ان هي لما بتدخل الفرن بتنفش. وكمان بسيبها طويله كده. حطيتها رصيتها جنب بعض كده في الصينيه بتاعتي. كان الفرن عندي سخن جدا، وهو ده المطلوب. دلوقتي انا هدخل الكفته بتاعتي في الرف اللي في النص على اعلى درجه حراره. ما بتاخدش ازيد من 20 25 دقيقة على حسب درجة حرارة الفرن بتاعك. هي قعدت عندي بالظبط حوالي 23 دقيقة. وبعدين فتحت عليها لقيتها خدت لون محمر من تحت اللي انت شفتيه اللون الحلو ده. وكمان خدت لون حلو من فوق. شغلت عليها الشواية على درجة حرارة هادية وسبتها تاخد لون حلو ومظبوط كده من الوش. هبتدي بقى اعمل سلطة الطحينة. كان عندي هنا طحينة اوريدي موجودة عندي متخففة كده بشوية مية. حطيت عليها 3 فصوص توم مدقوقين، شوية من الملح، شوية من الكمون، وحطيت كمان شوية صغيرين من الفلفل الأسود. وهحط عصير نص ليمونة. وبعدين هحط معلقة كبيرة من الخل. لو ما عندكيش توم فريش تقدري تحطي معلقة صغيرة ممسوحة من التوم البودر. وده اللي أنا بعمله دايما، بس عشان ما كانش عندي توم بودر فحطيت توم فريش. هبتدي أقلب كويس جدا. وعلى حسب ما انت عايزة بقى، عايزة الطحينة بتاعتك يكون القوام بتاعها اتقل شويه او بنفس القوام اللي انا عاملاه ده. المهم ان هي اصلا كانت موجوده عندي فانا عملتها وكانت حلوه جدا. وفي الاخر بحط حوالي معلقتين كده من الزيت، وبرده ممكن تستغني عن الزيت. هو مجرد انه بيديني لمعه من على الوش كده مش اكتر. وفي الاخر على الوش بحط شويه من الشطه او البابريكا زي ما انت عايزه. وكده اسرع سلطه الطحينه عندنا جنب الكفتة. كل ده كانت الكفتة لسه تحت الشواية. اديت لها لون بسيط بس زي ما انت شايفة كده. واللمعة بتاعتها زي ما هي، ريحتها قلب الدنيا وطريه جدا. وما هي ما بتلزقش عندك في الصينيه ولا اي حاجه، بتطلع معاكي زي ما انت شايفه كده. ومفرغه من جوه هشه وريحتها حلوه جدا. وعلى فكره البقسماط بيدي لها طعم حلو جدا، بالرغم ان هو نفسه ملوش طعم بس هو بيدي اضافه حلوه جدا للكفته بتاعتنا. طبعا بتقدميها بالشكل اللي انت تفضليه. هستنى تجربوها بإذن الله بالطريقة اللي أنا قلت لكم عليها دي، وتقولوا لي في الكومنتات إيه الأخبار. إن شاء الله أنا واثقة إن هي بإذن الله تعجبكم، هتعتمدوا الطريقة دي دايما. وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب عشان خاطر غيركم يستفيد بالوصفة. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.